لو انت من الناس اللي مش بتمشي بعربياتها كتير ومش بتوصل ل 10000 كيلو وبتضطر تعمل صيانتك كل 6 شهور ومش بتعمل صيانتك في التوكيل فمش عارف تغير ايه امتى، فالفيديو ده مخصوص عشان سيف الفيديو ده واكتب ورايا. مبدئيا انا بتكلم عن قطع الغيار الاصليه والافتر ماركت اللي من براندات محترمه، مش قطع الغيار الشعبيه او المضروب، بلاش نقول مضروب بيسموها كوب. اول حاجه زيت الموتور بيتغير كل 6 شهور او كل سنه على حسب نوعه، وانا اتكلمت في الموضوع ده في الفيديو اللي قبل اللي فات، ممكن ترجع تتفرج عليه او تكتب لي نوع الزيت بالمواصفه بتاعته اللي انت بتحطها في الكومنتات وانا هقول لك تغيره كل 6 شهور ولا كل سنه. تاني حاجه زيت الفرامل بيتغير كل سنتين. تالت حاجه فلتر الهواء بيتغير كل سنتين وفلتر التكييف كل سنه. رابع حاجه السيور سواء الدينامو او الكتيل بتتغير كل 3 سنين، ولازم طبعا السير يتغير مع البليه بتاعته. خامس حاجه زيت الفتيس بيتغير كل 3 سنين، والعربيات الدفع الرباعي زيت الكورونا بتاعها بيتغير برده كل 3 سنين. سادس حاجه البوجيهات بتتغير كل سنتين. سابع حاجه الكاوتش بيتغير كل 5 سنين من تاريخ الانتاج بتاعه. اخر حاجه المساحات الاماميه بتتغير كل سنه او كل سنتين على حسب بتركن عربيتك في جراج ولا في الشمس، وطبعا لو بتركنها في الشمس تتغير كل سنه. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، ولو في حاجه تانية محتاج تسال عنها اكتبها لي في الكومنتات.